بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم رايحة ندير لكم كيكة بذوق الشوكولا، رايحة تجي مشربة وبنينة وخفيفة، مع هذيك الطبقة اللي في الوسط زدت لها بنة على بنة. شوفوا البنات مصداقية الوصفة. هنا البنات الصورة راهي تعبر وحدها. نروحوا الآن طريقة تحضير. عندي هنا كيس حليب، مغرفة كبيرة كاكاو بني، وعندي 50 غرام شيكولا بذوق الحليب، عندي مغرفة كبيرة زيت، ونخلط مليح. ومن بعد ندي نحطهم على النار ونبقى نخلط حتى يبدا يغلي. كي يبدا يغلي نخليه على نار اقل من متوسطة مدة 5 دقائق، ونطفي عليه ونخليه يبرد. نعاود لكم البنات، منين يبدا يغلي احسبوا 5 دقائق وطفيوا عليه على نار اقل من متوسطة. من جهة اخرى كنت وجدت كيس ونص تاع فرينة، وزدت لهم 3 مغارف كبار كاكاو، وزدت لهم 2 أكياس من خميرة الحلويات. البنات سعة الكاس ديما نقول لكم 220 ملي. نخلطهم مليح وندي نغربلهم ونرجع لكم يوليو بهذا القوام. من جهة أخرى نجيب بول نفرغ فيه 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، نزيد لهم رشة ملح، عندي كيس سكر، وعندي لافاني، ونخلطهم مليح حتى نحس السكر ذاب والخليط ولا اللون تاعو أبيض بهذا الشكل. هنا نزيد نص كاس تاع زيت، ونزيد لهم نص كيس حليب كنت دفيته شوي، وندي نخلطهم مليح. من بعد نقسم الخليط هذاك على 2 ونبدا ندير الدفعه الاولى ونخلط. خلطوا مليح، من بعد نزيد القسم الثاني ونزيد نخلط مليح. هنا المقادير راهي مضبوطه البنات. شوفوا القوام تاعو يكون شويه خفيف. من بعد نزيد له مغرفه كبيره تاع خل ونزيد نخلط مليح. خليه هنا يرتاح شوي. الوقت هذا نروح ندهن البلاطو بالزبده، نرش عليه الفرينه ونجيب الكيسان نزيد ندهنهم بالزبده ونرش عليهم الفرينه. يا حبذا يا البنات الكيسان لو كان يكونوا عندكم القاعده تاعهم صغيره، راحين يجيوكم 9 حبات، يجي السمك تاعهم مليح، وكيما أنا هنا جاوني كبار الحبات. ومن بعد نفرغ الخليط ونخبط مليح وندي ندخلهم للفرن. كنت سخنتهم مسبقا على درجة 150 غير من تحت، وكي نشوفو طلع نولي نزيد نشعلو من فوق، وانتبهوا البنات اللي يتحرك لكم. من بعد نخرجو وهو سخون ندير له هذا الخليط اللي كنت وجدته من قبل، ونخليه يتشرب مليح الخليط. لازم تحطوه كامل البنات، المقادير راهي مضبوطه. من جهة أخرى نجي نوجد الطبقة اللي في الوسط. عندي هنا 2 كيسين ونص تاع حليب، نزيد لهم مغرفة كبيرة سكر، ونزيد لهم مغرفة نشا. أنا البنات بعدين زدت وحدة. نتوما ديروا 2 مغارف كبار تاع نشا، وديروا علبة تاع فلو، يعني أي ذوق تحبوه. أنا درت بذوق جوز الهند. ونزيد لافاني، وهاني زدت المغرفة تاع نشا اللي قلت لكم عليها البنات. إذا هنا المقادير الكل ديروا 2 مغارف كبار تاع نشا، خلطوا مليح، ومن بعد ندي نحطوه على النار ونبقى نحرك فيه حتى يولي شكل فقاعات كيما راكم تشوفوا تتماسك الكريمه هذه. هنا نطفي عليها النار وندي نعمر هذا الفتحات اللي كانوا فيهم الكيسان،
وخليو شوي، ما تعمروهمش حتى للفوق. كاينه طبقه ثالثه، عندي هنا زوج علب فلان كراميل، نخلطهم مليح حتى يوليو لي بهذا القوام، وندي نزيدهم الفوق عفوا كيما راكم تشوفوا هنا. خليها تبرد مليح وتتماسك ونقسمهم ونقدمهم بهذا الشكل. صدقوني يا البنات هذا الكيكه الطعم تاعها هايل وبنين. سلام.